القديس بيسنتي والقديس أباكير. يوجد رسم للقديسين بيسنتي وأباكير على الجانب الأيسر من الحائط الشمالي، وتم التعرف عليهما من خلال الكتابة الموجودة بجوار رأسيهما ومن خلال شخصيتهما. ويرتدي القديس الموجود بالناحية اليسرى ملابس مطران، وتم التعرف بوضوح على الكتابة الموجودة على جانبي رأسه، وتوجد الكتابة أو أجيوس على الجانب الأيسر، والكتابة سنتي على الجانب الأيمن، والتي تشير أيضاً إلى المجتمع الذي كان يعيش به، وهو الدير البحري حيث عاش. وولد القديس حوالي سنة 568 ميلادية، وسيم مطرانا سنة 598 ميلادية. هذا هو القديس بيسنتي الذي يتبع اسمه لقب المؤسس. وعلى الجانب الأيسر هناك نقش لكلمة أباكير أي أباكير، ويحمل القديس أدوات الطبيب، صندوق طبي ومشرط. هذا هو القديس أباكير المعروف بالطبيب. وهذه الرسوم مشابهة للقديسين قزمان ودميان على الجانب القبلي من الكنيسة،